السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات الفقرة الجديدة اللي هنقدمها لكم، فقرة الانتقالات مع مان تو مان ميركاتو. عدد كبير جدا من اللاعبين بدأ ينتقل ما بين الأندية والدوريات الكبرى. طبعا بدأت تدعم الصفوف باللاعبين، وطبعا قررنا اننا نقدم لكم المجموعة او نقدم لكم فقرة مان تو مان ميركاتو على هيئة اجزاء وعلى هيئة حلقات. الدوري الانجليزي الممتاز كالعادة طبعا بيمتلك عدد كبير جدا من الاندية اللي بتنافس على اللقب، وبالتالي بيكون في عدد كبير جدا من اللاعبين اللي بيحتاجهم هذه الاندية لتدعيم الصفوف. وهنبدأ طبعا من الدوري الانجليزي الممتاز ومع نادي ارسنال الانجليزي، واللي هنتكلم عنه النهارده في حلقة النهارده ما بين نادي ارسنال ونادي تشيلسي الانجليزي. وهنبدأ موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024 بأولى الأندية اللي هنتكلم عن انتداباتها، وهو نادي أرسنال الإنجليزي. نادي أرسنال الإنجليزي أبرم 3 صفقات من العيار الثقيل هذا الموسم، وكانوا كلهم بأرقام عالية جدا. وهنبدأ بداية من تعاقد نادي أرسنال مع لاعب الوسط الألماني اللاعب كاي هافرتز. اللاعب كاي هافرتز تم التعاقد معاه من نادي تشيلسي بقيمة تعاقد وصلت ل70 مليون يورو، رقم ضخم جدا دفعه نادي أرسنال. وبعدها ما اكتفاش بالتعاقد مع كاي هافرتز، لكن في النهاية تعاقد أيضا على صعيد تدعيم خط الدفاع مع المدافع الدولي الهولندي يوريان تيمبر مدافع نادي اياكس امستردام. تم التعاقد معاه بمبلغ 40 مليون يورو. وما اكتفاش نادي أرسنال بتدعيم الخطين الوسط والدفاع، قرر يدعم خط الوسط الدفاعي طبعا باللاعب الرائع في الدوري الانجليزي وصاحب الاداء الثابت خلال المواسم الاخيره، الا وهو اللاعب الدولي الانجليزي ديكلان رايس. ديكلان رايس نادي أرسنال الإنجليزي تعاقد معاه من ناديه ويست هام يونايتد الإنجليزي بقيمة تعاقد وصلت ل 116 مليون يورو. يعني قرر إن هو يستغني عن عدد آخر من اللاعبين، وكان الاختيار وقع على الاستغناء عن 3 لاعبين، ألا وهم اللاعب البرازيلي طبعا بابلو ماري، تم بيعه طبعا الى نادي مونزا الايطالي بقيمة تعاقد وصلت الى 5 مليون يورو، بالاضافة الى اللاعب جرانيت تشاكا اللاعب الدولي السويسري، واللي تم بيعه لنادي بايرن ليفركوزن الالماني، واللي تمت الصفقة بقيمة طبعا 23 مليون يورو. وكمان تم انهاء التعاقد مع اللاعب إنزلي ميتلاند نايلز اللاعب الانجليزي، تم انهاء التعاقد معاه، واللي بالمناسبة كان بيلعب لصالح نادي ساوثهامبتون الانجليزي خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي أرسنال. زلنا في العاصمة الإنجليزية لندن، ولكن هذه المرة انتقالا من أرسنال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي. تشيلسي الإنجليزي في خلال الموسم الحالي أعلن عن عدد من الصفقات الكويسة جدا اللي تم إبرامها في خلال الصيف الحالي. وهنبدأ معاكم باللاعب الفرنسي الدولي كريستوفر نكوكو.
لاعب نادي ريد بول لايبزيج الألماني انتقل لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي بصفقة قدرت قيمتها ب60 مليون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون، واللي تم التعاقد معاه قادما من نادي فياريال الإسباني، وكانت قيمة الصفقة تم تقديرها ب37 مليون يورو. كما تم التعاقد مع اللاعب البرازيلي أنخيلو لاعب نادي سانتوس البرازيلي، واللي تم التعاقد معاه من ناديه الأم بصفقة قدرت قيمتها ب15 مليون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع اللاعب البلجيكي دييغو مورييرا لاعب ومهاجم نادي بنفيكا البرتغالي، واللي تم التعاقد معاه مجانا خلال الموسم الحالي. ثورة عارمة في الراحلين عن نادي تشيلسي خلال الموسم الحالي، واللي خلاله رحل عدد كبير جدا من اللاعبين عن طريق نادي تشيلسي منتشرين في أنحاء العالم، سواء في القارة الأوروبية أو على مستوى الشرق الأوسط. في الدوري السعودي كان هناك عدد من اللاعبين، ولو بدأنا فاحنا هنبدأ باللاعبين اللي تم انتقالهم لنفس الدوري وهو الدوري الإنجليزي، وكان متواجد في اللاعب طبعا في البداية واللي قلناه أول واحد الألماني كاي هافرتز، اللاعب اللي تم انتقاله إلى نادي أرسنال مقابل طبعا كان وصل ل70 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال آخر وكان عن طريق مانشستر يونايتد، وهو انتقال اللاعب ميسون ماونت لمانشستر يونايتد بصفقة قدرت قيمتها ب64 مليون يورو، بالإضافة إلى انتقال آخر وهو انتقال اللاعب الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، واللي تم تقدير الصفقة وتم تقدير قيمة الصفقة ب 29.1 مليون يورو. المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، واللي أتم انتقاله لنادي الهلال السعودي مقابل طبعا وصل إلى 23 مليون يورو كقيمة انتقال للاعب الصفقة، بالإضافة إلى انتقال الحارس الدولي السنغالي إدوارد مندي إلى نادي أهلي جدة السعودي، واللي من خلاله تم تقدير الصفقة بأن هي وصلت لرقم 18.5 مليون يورو، بالإضافة أيضا إلى انتقالين إلى الكالتشيو الإيطالي والدوري السيريا، وتحديدا إلى الفريق اللومباردي والأسوسياسيوني كالتشيو ميلانو الفريق نادي اي سي ميلان، واللي استقطب من نادي تشيلسي اللاعب الدولي الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك لاعب الوسط الإنجليزي، واستقطب أيضا اللاعب الآخر وهو اللاعب الدولي الأمريكي وقائد المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش مقابل طبعا على التوالي 16 مليون يورو و20 مليون يورو. الإعارة اللي كانت من المفترض إنها صفقة واحدة حصل عليها تشيلسي في يناير الماضي، ألا وهو اللاعب الإيفواري اللاعب ديفيد ديترو فوفانا. اللاعب فوفانا طبعا تمت إعارته إلى نادي يونيون برلين الألماني خلال الموسم القادم. وأيضا أنهى نادي تشيلسي بعض العقود للاعبين أمثال قائد الفريق والظهير الأيمن لنادي تشيلسي اللاعب سيزار أسبيليكويتا الدولي الأسباني، تم إنهاء إعارته وانتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد، بالإضافة كمان لإنهاء التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني عبد الرحمن بابا الظهير الأيسر، واللي تم إنهاء التعاقد معاه وانتقل إلى نادي باوك سالونيكا اليوناني، بالإضافة إلى إنهاء التعاقد مع اللاعب الآخر ألا اللاعب طبعا بيير إمريك أوباميانغ، واللي أتم التعاقد مع نادي
مارسيليا الفرنسي. ودول كانوا أول فريقين معانا في الميركاتو الصيفي، وممكن نكمل كمان ونرجع نجيب عدد آخر من اللاعبين في حالة تعاقد الأندية دول مع لعيبة جديدة. لكن إن شاء الله بأمر الله هنوافيكم بكل التفاصيل وأفضل الأشياء اللي نقدر نوافيكم بيها خلال الفترات اللي جاية، وهنكمل مع بعض سلسلة حلقات الدوري الإنجليزي في جزء الميركاتو ومان تو مان ميركاتو. أهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.